بكم يا أصدقائي وأحداث جديدة من مسلسل المؤسس عثمان. شفنا نجاح السيد عثمان في استرجاع الأمانات المقدسة وحرمان السيد قراصي من تجفيف منابع المية، وكمان في الإعلان قدر السيد عثمان ينجو من فخ السيد قراصي. مش بس كده، ونجاة السيد أروهان وهوليفيرا من جنود القائد لوكاس. كل ده هيخلي القائد لوكاس والسيد قراصي هيحاولوا ينتقموا من السيد عثمان، واللي بالفعل هيروح القائد لوكاس للسيد قراصي وهيطلب منه يتعاون معاه للقضاء على عثمان. كمان هيحصل تمرد من السكان الروم الموجودين في سوغوت بتخطيط من القائد لوكاس، واللي هيستغله علشان يحاول يسترد المكاسب اللي أخدها عثمان الفترة القريبة اللي فاتت. فهل هيستغل انشغال عثمان بالتمرد اللي في سوغوت ويسترجع قلعة قرادين؟ أكيد مش هيضيع فرصة زي دي، بس يا ترى هينجح ولا لأ؟ كمان السيد قراصي هيتهم السيد عثمان بالتقصير، وإنه مش قادر يحمي أهل سوغوت، وإنه القائد الوحيد اللي قادر على حماية الأطراف. هنشوف السيد عثمان هيتصرف إزاي في الموقف ده، وإزاي هيفك التحالف بين قراصي والقائد لوكاس، خصوصا إن التحالف ده هيسبب له مشاكل ويعطله عن الفتوحات. هنشوف هيحصل إيه الحلقة الجاية، وهل هيقدر عثمان يحافظ على قلعة قرادين ويحبط التمرد اللي في مدينة سوغوت؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله الحلقة الجاية، تابعونا.